سياستها في التهويد وفي المسح التي تحاول بالتالي أن تهود كل القدس وكل فلسطين. نحن هنا لنقول نحن نتسلح بقوة حقنا. إسرائيل لا حق لها هنا، وعندما تقول إسرائيل أو أي وزير إسرائيلي أنه سيدخل إلى هنا بحجة أي حق ديني أو تاريخي، هذا تزييف وهذا كذب. إسرائيل هنا وأي يهودي هو احتلال، والمسجد الأقصى هو منطقة محتلة ويجب أن يزول هذا الاحتلال. ونحن كفلسطينيين في الداخل الذين أنعم الله علينا بأننا نستطيع التواجد هنا والرباط، سوف نقوم بهذا الرباط دفاعا عن المسجد الأقصى، ولن نسمح بتقسيمه لا زمانيا ولا مكانيا، وهذا المخطط سيكتب له الفشل بإذن الله. طبعا المسجد القبلي كان الله أكبر ولله الحمد. الماضية تتعرض الله أكبر ولله الحمد. التي تعرض فيها للاعتداء من الله أكبر ولله الحمد. مين كان موجود ممكن يدلنا على الأضرار اللي لحقت بالمسجد؟ موجودة فوق. دمروا شبابيك. نشوف مع بعض. طبعا هذا الشباك شفاف في المكان.